الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما تحضرون المحيط صلى قفل مؤمنك وحول أن يقول وتوضل قوله أولادنا يا قوش أمور وحوالي أنه إلهي سبحانه وتعالى وجل سبيل رسولك صلى الله عليه وسلم قفل مؤمنك ضمانة قادة يوسني وبلن قادة يوسني هذول خصال أما الصفات قارة وإلالي وأنتونونيا أنه رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك وبلن قادة جنة وضمانة قادة صفات كاس محاكم ذا رسولك صلى الله عليه وسلم وحي اضمنوا لي إلالي أما إبلا قاضى 6 لح ومن أنفسكم حكي نكاها تنفكين أضمن لكم الجنة أما وحدي إبلا قاضى يا جنة مركز رسولك بلا صفات كمان صفات الأخرى يقول اصدقوا إذا حدثتم رون شيئا هذا الشيء أروح شيئتي صفات أسنوا صفات آد قالوا ورسولك صلى الله عليه وسلم حديث عليه إن المؤمن لا يكذب قفك مؤمن كبير مشروع حديث كلا رسولك صلى الله عليه وسلم عليه وعليكم بالصدق رمت شيئا لرسولك صلى الله عليه وسلم عليه فإن الصدق رشاك يهدي إلى البر وحقوها نونيا وناجي بخيرك يوجوها نونيا وإن البر برك وناجي هنوكا يهدي إلى الجنة أصلا وقفر مسلم كأهنويا وضغ الجنة حديث كان رسولك صلى الله عليه وسلم عليه لا يزال الرجل يصدق قفر كمزه لا يقول رمت شيئا حتى يكتب عند الله صديقا إلهي أكتي سنغبر قفر الشيء ولا يزال الرجل يكذب قفكنا كمزه لا يقول بين شيء حتى يكتب عند الله كذابا إلهي سبحانه وتعالى أكتي سنغبر قف بين لون صلى الله عليه وسلم قفك بنتي سهرة وحي أباس بحضا بنتي سهرة واتنو كلا قفكو هذول بين بدن شيء مركز ذنبه قفك سووا ملاينا يا وحو شيء بني بين هذول يراه ما أنت عيو ما ماشان صوم مرايو ونروح صوم وحلنا وبنتو شيء جريبه وحلا غير صوم هذا مركز وحلو ده يعني قفك مسلم كا صفات أمور إلاليو ومركز ده وقفك مسلم كا هذلا يا ما وح شيء يعني ونروح شيء وبنت ولا استقلالية حتى مركو كفتماي وإنه استقلالية وحيالها بنتا تاس أيها وفق مسلم كرسولك صلى الله عليه وسلم وقد ما قال يا جماعة صفة الله رسولك صلى الله عليه وسلم وفق كتل الوفاء بالعهد وفق بلنك القانون والأوفية وأنا علامات كذلك المؤمنين والمتقين وإلهي كعب صنع علاماتك صفاتك إليه صفاتك بالأول إلهي سبحانه وتعالى وعليه يصو أمر يددك مؤمنين وأوفوا بالعهد بلنك أوفيا إن العهد كان مسؤولا بلنك مالك قيامة والس ويدينا ياي بلنك هل أوفيا أي إلهي سبحانه وتعالى عليه صفة أسماء صفة انت بلدك مسلمين يصلى إمام وحكينا يا مجتمع يقول شر وحقاد ربطي قف أنه سقيمة ويهي ببرك وغارة مثلا قف يا رب الله ميسا إنا بين حبلة سعودي مادين ساعد حبلو وحلا يارا مركا ساعد بلنك قادينا ميشي تاين أما كفر بقف وقصر تبكر حتى وحلا يارا إني وضل جامع قطر أما أقول عقبتك لله كله مركا وحلا باهي قفك أنه بلنك إلاليو أو حل هوريو wax kasta oo qofku ballan qaado waxa loo baahan yahay inuu ilaaliyo sida uu u helo ballanqaadka rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ballan qaaday oo jannada ilaahay subhanahu wa ta'ala sifada saddexaad qofka amaanada loo dhiibto waa inuu sidii tahay uu uga soo baxaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay
المؤمن قفك مؤمنك وحواي من أمنه الناس وقفك يددك آمنان أما يكون آمنان على أموالهم حوله وأنفسهم ينفقون كاس أيا مؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت الماء قفك حضور إلى لي أماننا وحا إلى شميس ديكيس ووحا إلى شميس أعراض بني آدم ووحا إلى شمايا أمواش حولها ضدك إلى شمايا وأرواح هي أجساد جدنا وإلى شميس وقفك أما المجتمع مسلمك وحكم مولانا يا نور ونأكسد ودقن مركا واحد لو باهي صفراس قفك مسلمك وهذا بدلا أمانك استأقل حتى عباداتك ألا إيمانيسي وأمانه إلهي سبحانه وتعالى وقرقا يا وصا وحل الربا عباداتك إلي سيدي تهي ولتماي وحكى الله الربا وحكستو أمانة وآدر المسلمين أقادي إنا سيدي تهي ورسول بحدي هذه كالعقاب بدن السؤال بدن أي مالك قيام الله كل ميسا أما وحل كل ميسا جنة ورسولك صلى الله عليه وسلم وقول بلقاء صفة بحثة وحوايا وصفة أفرادة قفوا فرجه سيحريتي ستركه العليم إلهي سبحانه وتعالى صفات كذلك مالك قيامه قوش جارا يوحو كنت المعمل قد أفلح المؤمنون مركو إلهي زين والذين هم لفروجهم حافظون وحكوا سجرا أي إلهي كنت المعمل كوا حنه إلالية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإليه من حفظ فرجه قفك حرمتي سترك إلالية فله الجنة جنة يا رسول ناتا حديث كان حاكم يا مبينا أما الصفة الخامسة خصلة كحكتا أما الصفة كحكتا وقفك حضور إلالية ورسولك جنة وبلن قاضي وحوايا قفك إنديه سأكون حاران تكالله وحكستو حاران رسولك صلى الله عليه وسلم وحوه والعينان تزنيان وزناهما النظر إنه ويزنيستان أي رسولك زنادو لنا وحواي وإني وحارانا أي فيريان مركا وحلو باهية قفك مسلم كالصفالاس أنه إلاليه وإلهي سبحانه وتعالى وقال إلهي أصودتك مؤمنين أمرا يا وحوه قل للمؤمنين النبي محمد وحاوتر هذاتك مؤمنين يغضوا من أبصارهم إنه ذا الله ويحفظوا فروجهم حبنه هذا هاي الاليان ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون قبلها مؤمنات كان إلهي وحوير النبي محمد وحتراها يغضبن من أبصارهن إنه ذا الله ويحفظن فروجهن أما الصفة الخامسة السادسة صفة كل التولي حال رسولك صلى الله عليه وسلم وحكوت المامي قفك مسلم كأنه نبكى كإلهي يدك مؤمنين أو وحكس أو قفكاس مسلم كدباي أما عرب هنقطه أما جعان هنقطه أو قفك مسلم كوكإلهي ورسولك صلى الله عليه وسلم صحابة كم إذا يا ويدي أي المسلمين خير ضدك مسلمين كأي خير بدن أيه مركز رسولك وفي جواب من سلم المسلمون قفك كأمان هلان ضدك مسلمين من لسانه عرب كيسة ويده عن كيسة خاصنا آد أي نوفر بدنها أو حلو باهيا قفكم إنه عرب كيسة إلاليه عرب وحو كداوع بدنيها قفك حولي جل كيسة إنه وحي أساس وقفك قلبه هذا وحمانا أو يتابتان وحقات وأذكاريسا قلبي جاس سيلودا ويا وأذكاريس لكن جل كسره يقول قفك داوع كجاره ولا داوين كرا مركب وحلودا هي قفك الصور مسلمة إنه عرب كيسة يو gacantii saba oo dadka muslimiinta ka ilaaliyo oo inuu wanaag u sameeyo mooyaane oo xumaan uu ku sameeyo qof muslima waxa kale oo rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ballanqaadkiisa kamid ah oo jannada dadka ugu ballan qaaday inuu yiri Muaad ibn Jabal Sahl ibn Muaad uu weydiiyay ma rasuulka sallallahu alayhi wa sallam hadith warinayo uu yiri man yadmanu li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admanu lahu al-jannah يا إيد بالانقاضة يا رسولك وحاول لحيا لبديسة محوها لبديسة قلب لحيا يا إيد بالانقاضة وعربك ورسولك ولجه وما بين رجليه يا لبديسة اللغات وحاول لحيا وحبيتي سترك ورسولك ولجه يا إيد بالانقاضة يا رسولك
أضمن له الجنة أنه وحو أقبل قاضايا جنة يا أقبل قاضايا مركا وحا لو باهيا قفك مسلم كان عرب كيسانه كإلالي وحكا سوى حمانا رسولك صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أيا وحو رسولك كهيري كف عليك هذا كم استقضى الكهيري مركا سور رسول معاذ بن جبل وحويري وإنا لمؤاخذون بما نتكلم وحكوها لنا ميانا لو قبنا رسولك إلهي مركا سور رسولك وحويري ثكلتك أمك ويذا هكويس يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم ذلك وجه ما وحنا نارت لو قطورايا إلا حصائد ألسنتهم إلا عربية وحي كسبدان موياني موح كلا نارت لو قطورايا أي رسولك حديث كلا رسولك صلى الله عليه وسلم وحوت المامايا إن العبد أدونك لا يتكلم بالكلمة هل أري أن يقول واقعيا أو من رضوان الله أو إلهي وحياله رأي كيهي كمذا لا يلقي لها بالا ومركا وشيغاي وحوين بأن الله هي يرفعه الله بها درجات إلهي سبحانه وتعالى درجات أصري أي يقرب قضايا جنة وإن العبد أدونك لا يتكلم بالكلمة من سخط الله وحياله إلهي كعرور وحكم ذا يهل كلمة كنا واقعيا لا يلقي لها بالا ومركا يسكت حبيجنا وحوين أن الله هي يهوي بها في جهنم ونار جهنم لحلي وطوريس أي رسولك صلى الله عليه وسلم وقل الماء مركا واحد لو باهي قفك مسلم كان عرب كيسة يقعن كيسة يصفات كهذا الصوشيك نوردا ولحلاها قفك مسلم كأنه إلاليو وإلهي سبحانه وتعالى أقول له هذا سيدو إلهي سبحانه وتعالى والجنة سأقول بلنقاتك رسولك صلى الله عليه وسلم وأوهر مدى كواد صفاتك وحي قفك أنه رشد مدى اللبات قفك بلنقو قاضى أنه أوفي مدى صدحادنا قفك أنه أمانة إلاليو مدى أفرادنا وحوى قفك أنه فرجي سيحولتي سترك حارانتك إلاليو مدى شنادنا وحوى قفك أنه به سلام مدى لحادنا وحوى قفك أنه ضدك مسلمين دباتهم كإلاليو أو وحوى دباتهم السمين مدة تضبادنا وهذا صومرني وحوى قفك أنه عرب كيسة إلاليو أو وحك الصرحمان وكإلاليو إلهي سبحانه وتعالى كو خير كوافقة والجنة إلهي سبحانه وتعالى حلا أو وحك الصرحمان وإلهي كبد باديو خير كالسنة إلهي وافجي إلهي لما كان نقبل واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم وذل الكفر والكافرين اللهم ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين اللهم وارحمهم يا رب العالمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله